الأجازة 3 أيام ولا 6؟ تعديل موعد أجازة 30 يونيو رسميا بقرار حكومي بتشمل جميع القطاعات في مصر وتعطيل كافة البنوك. فهل هتبدأ الاثنين ولا هتكون يوم الخميس؟ أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات المهمة اللي بتخص الأجازات الرسمية خلال شهري يونيو ويوليو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على تنسيق مواعيد العطلات الرسمية بما يحقق التوازن ما بين متطلبات العمل ومصلحة المواطنين. ويأتي في مقدمة هذه القرارات ترحيل أجازة ذكرى 30 يونيو، وكذلك تحديد موعد رسمي لأجازة رأس السنة الهجرية، وده بيمنح الموظفين فترات راحة متتالية. في هذا الفيديو السريع هنستعرض بالتفصيل قرارات الحكومة بشأن الأجازات الرسمية والفئات المستفيدة منها، بالإضافة إلى خارطة العطلات المتبقية في عام 2025 في إطار تنظيم العطلات الأسبوعية وربطها بنهاية الأسبوع. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رسمي بترحيل أجازة ذكرى ثورة 30 يونيو من موعدها الأصلي يوم الاثنين 30 يونيو 2025 إلى يوم الخميس 3/7/2025، وذلك لمنح الموظفين فترة راحة متصلة تشمل الخميس والجمعة والسبت. ويعد هذا القرار استمرارا لنهج الحكومة في توحيد الأجازات الرسمية في نهاية الأسبوع من أجل تعزيز فرص الاستجمام وتقليل التداخل مع سير العمل اليومي. طيب إيه هي الفئات المستفيدة من أجازة ثورة 30 يونيو؟ كافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما أوضحت الحكومة أن أعمال الامتحانات هتستمر في موعدها المحددة مسبقا وفق الجداول المعلنة من قبل الجهات التعليمية المختصة دون أي تغيير أو تأجيل. وبالنسبة لموعد أجازة رأس السنة الهجرية بالتزامن مع قرار أجازة 30 يونيو، أعلنت الحكومة المصرية موعد أجازة رأس السنة الهجرية لعام 1447 واللي تم ترحيلها أيضا لتكون يوم الخميس الموافق 26/6/2025 بدلا من التاريخ الهجري الفعلي اللي بيوافق الأول من شهر المحرم. ويأتي أيضا هذا القرار تماشيا مع سياسة الدولة في توحيد الأجازات الرسمية بنهاية الأسبوع، وده بيتيح للعاملين في القطاع العام والخاص الاستمتاع بعطلة طويلة تتضمن أيضا الجمعة والسبت.